السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس. اليوم شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم جبت لكم نموذج أسئلة الشهر الأول لمادة اللغة العربية. بس قبل لا نبدأ الفيديو أتمنى تقدرون تعبي وتشتركون بالقناة وتفعلون زر التنبيهات وتنطوا لايك لكم. وما قبل لا نبدأ الفيديو سويت لكم ملزمة، بس الملزمة هاي مدفوعة. هاي الملزمة اللي سويتها تقريبا أغلب أسئلتها راح يجيبوها المدرسين بنسبة كبيرة، تمام، لأنه أخذتها من قلب مواضيع اللغة العربية للصف الخامس، تمام. فإذا أردت تشتري الملزمة تواصل عبر الواتساب هذا. سعر الملزم 5000 دينار عراقي. أي كارت رصيد آسيا زين كورك تقدر ترسله وتاخذ الملزمة بكل سهولة، تمام. هذا رقم الواتساب تواصل معهم. ويلا خلينا نروح نشوف نموذج اليوم. اوكي اصدقائي، رجعنا بهذا النموذج. طبعا بالمناسبة ما راح نعطيكم الأجوبة مال هاي الأسئلة لأنه ما راح تستفادون شيء. فأنت إذا تريد تستفاد من هاي الأسئلة خذ الأسئلة وابدي جاوب عليها حتى تنطبع الأجوبة بدماغك، تمام. وشغلة ثانية، يعني مو شرط تجي هاي الأسئلة كلها اللي بالملزمة المدفوعة، احتمال تجي أغلبها لأن بس هاي يعني مو شرط تجي كلها. حسب المدرس اللي يحط الأسئلة، تمام. هسه نروح ندخل الأسئلة مباشرة. هنا يقول لك ملاحظ الإجابة عن 3 أسئلة فقط. جايب لك 4 يقول لك جاوب عن 3. أكو غير مدرسين يجيب 5 يقول لك جاوب عن 4 حسب، تمام. السؤال الأول يقول لك أولا، السؤال الأول ألف، هات الفعل المضارع من الأسماء التالية: السباحة، اللعب، الركض، النوم، الدراسة. وهي عليه 5 درجات. باء، ضع فعلا ماضيا في الفراغ. أولا أي فعل يجي ببالك ماضي خليه. الحشد الشعبي عن الوطن، يدافع الحشد الشعبي عن الوطن ترهم. الفراغ ثانيا طبعا فراغ المسلمون بيت الله الحرام. يطوفون المسلمون بيت الله الحرام أو يحجون المسلمون بيت الله الحرام، كله فعل ماضي. 3 فراغ التلميذ المجد. يصنع التلميذ المجد. هاي كلها ترى يعني حسب انت ما تخليه، بس المهم يكون فعل ماضي. ورابعا فراغ الفنان لوحة جميلة. واضحة، رسم الفنان لوحة جميلة، فعل ماضي، وانت اي شي تختاره قلت لك. وخمسا فراغ اللاعب الكرة. يلعب اللاعب الكرة، يلمس اللاعب الكرة، يركل اللاعب الكرة، كلها فعل ماضي. هاي فانت اللي تجيب بالك خليها. المهم هو يريد فعل ماضي. هاي بالنسبة للسؤال الأول، باء هم عليه 5 درجات. بالنسبة للسؤال الثاني متكون من ألف وباء، كل فرع عليه 4 درجات. السؤال الأول السؤال الثاني أليف، يقول لك حول الجملة التالية من المذكر إلى المؤنث. أولا يسافر الطالب إلى البصرة، تسافر الطالبة إلى البصرة. هاي عود أنا قلت ما نعطيكم الأجوبة بس يلا خلاص. 2 أكل الطفل التفاحة. أكلت الطفلة التفاحة. و3 كرم المدير المجتهد. وهنا يصير كرمت المديرة المجتهدة أو كرم المدير المجتهدة نفس الشيء. باء أعرب ما يلي: أخضر الزرع. أولا أخضر الزرع. 2 توسعت بغداد. أولا أخضر الزرع طبعا هاي أنتم يعني من يومكم هاي ما راح أعطيكم الجواب مالها، أنتم لازم تحلوها. كل فرع قلنا عليه 4 درجات. هاي بما يخص السؤال الثاني. السؤال الثالث متكون من فرع واحد وعليه 10 درجات. ألف يقول لك استخرج الفاعل وبين علامة رفعه. انتصر الحق. 2 يربح التاجر الأمين. 3 يعبد المؤمن الله. 4 يحافظ التلميذ على نظافة. 5 خطط المهندس المشروع. هنا الأولى انتصر الحق، الفاعل هو الحق. واثنين يربح التاجر الأمين، مبين التاجر هو اللي ربح يعني الفاعل. 3 يعبد المؤمنون الله، طبعا المؤمنون هم اللي يعبدوا الله، هم الفاعلين. 4 يحافظ التلميذ، هنا مبينة واضحة التلميذ هو اللي حافظ. و5 خطط المهندس، المهندس هو اللي خطط، هو الفاعل، تمام. هاي بما يخص السؤال الثالث. ويقول لك بين علامة رفعه. طبعا الحق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، تاجر كذلك فاعل مرفوع، والمؤمن مرفوع علامة رفعه الضمة، والتلميذ مرفوع علامة رفعه الضمة، والمهندس مرفوع علامة رفعه الضمة، كلها نفس الشيء تقريبا، كلها مرفوعة بالضمة. هسه السؤال الرابع والأخير بنموذج اليوم اللي هو متكون من ألف وباء. طبعا كل الفرع الألف عليه 6 درجات والباء عليه 4 درجات. عبر عن طبعا هاي ألف يقول لك عبر عن المعاني التالية بجملة فعلية فعلها فعل ماضي: احترام الناس للقانون. يحترم الناس القانون، هاي سويناها فعل ماضي، تمام. 2 مساعدة أحمد المحتاج. ساعد أحمد المحتاج. أوكي. تعليم الوالد السباحة الأبناء. علم الوالد أبنائه السباحة، هاي بالماضي، علمهم بالماضي. باء نفذ الأوامر التالية: اطلب من أخيك يقرأ لك قصة. هنا تقول له أنت اقرأ لي قصة، أنت دا تأمره، فعل أمر. 2 اطلب من صديقك أن يقرأ الدرس. هم كذلك راح تقول له يا صديقي اقرأ لي الدرس، أنت دا تأمره، دا تطلب منه. وهذا بما يخص أو بما يعرف بالفعل الأمر، تمام.
فهنا نكون انتهينا من أسئلة اليوم ونموذج اليوم. أتمنى تكون وفقت ووصلت لكم المعلومة بصورة صحيحة. فأرجع أقول اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات، ونلتقي إن شاء الله بفيديوهات قادمة ونشوف وجوهكم الحلوة، وإلى اللقاء.